بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي في التعليقات. ونبدأ الفيديو بكلمة شكر لكل اللي اشترك عندي، زي وكل اللي حط تعليق جميل ابيض كده زي قلبه الابيض. بشكرك يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكي، وبرحب بكل الجداد عندي. اهلا وسهلا، انا غاده. بنبدا فيديو جديد ورياكت جديد وحكايه جديده من حكايات اليوتيوب. عندنا النهارده ام جوجو. ام جوجو النهارده عامله فيديو طلت علينا بالطله البهيه، فراشه اليوتيوب، غزاله اليوتيوب، كبيره اليوتيوب، ام جنى. يلا معايا. شفتوا ام جنى في المستشفى؟ ما شفتوهاش يا ولاد؟ لا، ازاي بقى؟ يلا معانا. لو ما شفتوش تعالوا بينا نشوف. يلا بينا. بدأ الفيديو بأم جنى وهي مش حرمانة من أي حاجة. كل ما تروح المستشفى بتاخدنا معاها، ولو حتى يعني أقل حاجة لو هتاخد حقنة صغنونة، زي كلنا معرضين لأي تعب لا قدر الله، ربنا يعافينا ويعافيكم. كتير بنروح للدكتور، كتير بنروح المستشفى، لكن ما بناخدش الكاميرا معانا وما بنتاجرش بتعبنا. لكن ام جوجو ما بتفوتش هفوه، لازم نروح المستشفى معاها، لازم كل مصر تروح المستشفى. لو حتى هتعمل حاجه بسيطه، لو حتى هتاخد حقنه صغيره، لازم نلم العيله كلها ونروح ونعمل صورة الفيديو ونصور في المستشفى، ومازن حبيبها جنبها، ومزونة الصغنن جنبها، وجنى في الناحية التانية، ولم علينا عبيدك يا رب. يلا بينا. ويا عيني عيانة، بس أهم حاجة حتى لو عيانة حطوا اللايك يا ولاد، حطوا اللايك. أهم حاجة الدولارات، مش مهمة العيا. نكذب كدبة صغنونة تعمل فيديو كبير. يلا بينا. وطلعت علينا بالطلة البهية من المستشفى. وادعولي بقى، لازم كلنا نتكاتف بالدعاء لأم جنى، لأنها يا عيني بتموت. ورغم بدء الفيديو ان هي بدأت علينا بفيديو في الشقة القمر لأم جوجو القمر، بدأت علينا بالشقة مكركبة والعفش في كل حتة، وواضح ان الشقة كلها بتتنفض. لكن رغم ان انت بدأت الفيديو يا ام جنى بتنفضي، وزي اي ست بيت شطورة كلنا والله نفضنا عشان رمضان، لكن انتي بتضحكي علينا، تكتبي كدبه صغنونه. قلنا بلاش الكدب يا قمر. منين بتنفضي ومنين رايحه المستشفى؟ وروحي رايحه يا مازن تعالى. يجي مازن القمر لأم جوجو، بتقولك جنى هي اللي عملت كل الشقة كده، رغم ان جنى هي اللي كرهتها في خلفة البنات، لكن جنى هي اللي بتعمل لها الشقة وجايبة عليها وطيها. ومازن الصغير يصرخ وهي كمان تصرخ. مازن شيل الولا، ما تشيلي يالا، ما تشيلي يا ولا وتسمع كلام جوزك. يالا اسمع يا مزونة. ما علينا. وطبعا احنا عارفين كلنا ان الاوضاع مقلوبه عند ام جنى. الراجل مش راجل، والست مش ست، الدنيا بالعكس. فاللي بيصرف الست واللي بيسمع كلام الراجل. وطبعا ده نقطه سيئه ما ناخدش كلنا وما نقتضيش بام جنى. مهما شفنا علاقتها بزوجها وكميه يعني السوء اللي في العلاقه وعدم الاحترام، ما نحاولش نقلدها. وبعد ما جنى كرهتها في خلفة البنات وقلبت الشقة عليها وطيها، ومازن يصرخ، ومازن الكبير يشيل، وأم جوجو تصرخ. وأنا صاحية فجأة بقى، أنا صاحية روحي رايحة وتعبانة يا ولاد. يلا تعالوا يا حبايبي. فين المتابعين؟ فين؟ نقول لهم ايه النهارده؟ نضحك عليهم بايه النهارده؟ أنا تعبانة وروحي رايحة يا عمدي. مالك يا أختي؟ مش عارفة، أنا رايحة المستشفى أعلق دم. كل مصر تتفرج عليا. ماشي. وصحيه وروحي رايحه ومش قادره. سلامتك حبيبتي.
امال بتصوري ازاي يا ام جنى وانتي روحك رايحه؟ مش هنبطل كذب، مفيش حد تعبان بيصور. انذار، كذب، كذبه، محتوى سيء، كذب، قايم على الكذب. مفيش حد تعبان بيصور. التعبان بينام في السرير وبيروح المستشفى من سجاد، ما بياخدش العيله ويبدا يفتح كاميرا ويبقى فيه نفس يصور. كذبه. احنا قلنا بلاش كذب، قلنا حتى لو راح انت تعلقي دم برضو بلاش كذب. لكن قبل ما روحي رايحه، انا روحي رايحه مني، احنا نشوف الشقه كلها، والله نلف اوضه اوضه في بيتها ونشوف الشقه كلها. شفتوا اوضه جنى يا ولاد؟ شفتوها؟ ادي اوضه جنى هي وعيالها وجايبه عليها وطيها جنى. واهم حاجه اللايك يا ولاد، اوعوا تنسوا اللايك. ولفت ووريتنا البيت كله بأدق تفاصيله بأدق حاجاته، شفنا كل حاجة، مفيش خصوصيات مع أم جنى. أم جنى مفيش معاها يا جماعة أي خصوصيات أو حرمات بيوت. على اللايف وعلى المشاع نبدأ نشوف البيت كله، لازم مصر كلها تشوف كل حاجة. أهم حاجة إيه؟ هنشوفها في الفيديو. مازن هيشيل العنكبوت، شيل العنكبوت يا ام جوجو، ده اهم حاجه يا حبيبتي. بس شالوا بايه بقى؟ ما قلتلناش. والله. وبعدين شويه محبه، شويه حب، شويه كيوت. هتبوسه يا مازن، هتبوسه البابي، هتبوسه المامي. وقد ايه انت كيوت يا ام جوجو، ما انتيش ام اذى خالص، ولا اذيتي قنوات، ولا قفلت بيوت، ولا ارزاق قطعتيها، ولا اي حاجه خالص. وفي رمضان ندعو الله ان يقطع رزقك كما قطعتي ارزاق الناس. امين، قولوا امين. والمحبه بقى اللي قدام الكاميرا دي، وهتبوسه هنا وهتبوسه هنا وايه، والحب بيدلدق علينا ووصل لنا لحد بيتنا. انا هنا شويه حب اهو، خديهم. يلا نروح نشوف الحنيه. الحنيه يا عمدي. المهم القصد، رحنا بقى المستشفى، وكالعاده الكاميرا مفتوحه ومعرفش انهي كاميرا اللي بتصور في المستشفى. والله. وعشان نصور في المستشفى ناخد من اول العربيه، من اول ما ركبنا، من اول ما نزلنا من باب الشقه وبنقفل باب الشقه ونركب العربيه ونركب الاسانسير. والله. ونحط كل العيله وكل العيال ونروح. ولازم لازم لازم ندخل فقره الاكل. حتى واحنا رايحين المستشفى نجيب كشري ولازم ناكل. مازن الكشري العلبه دي ب20 جنيه. بكام يا اختي؟ ب20 جنيه. والله. واكل وادفس. كرهتينا في ام الاكل، في ام الاكل كرهناه. هات الكشري قبل المستشفى، هات يا مازن. وفجأة لقينا ام جوجو والعيلة الكريمة في المستشفى. وروح رايحة انا مش عارفة انت بيتنا فاضي ولا راكبة العربية وكويسة ولا روحك رايحة وتعبانة وفجأة في المستشفى. شوية يا جماعة عشان الترند يبقى حلو كده ونلم الناس. في ايه؟ المهم ده انت لسه موريانا ونبص فجأة تعبانة وروحك رايحة. لا اله الا الله. الكذب اساس محتوى ام جنى. شويه صعبانيات بقى، شويه ايه صعبانيات. عارفين يا جماعه سؤال، عارفين ام جنى عملت كام فيديو في المستشفى؟ كام فيديو بتاخد حقن وتعبانه؟ كام فيديو كدبت فيه على المتابعين وكانت كدابه؟ بصوا الرزق الهبل بجد على المجانين. العيب على اللي بيقعد يتابع الهيافه ويضيع نت على ام الهبل. والله. وعلى محتوى هابط وسيء. وفي اوضه المستشفى وعلى السرير، هي جايه لنا على السرير وقد ايه هي تعبانه ولا وايه، وبتمدح في المستشفى. مستشفى ايه دي اللي حلوه ونظيفه يا اختي؟ المستشفى حلوه ونظيفه يا اختي والله العظيم. وبتصوري. وانهي مستشفى اللي بتسمح بالتصوير وبتسمح بتصوير المرضى؟ نفسي اعرف انهي مستشفى اللي بتسمح بتصوير المرضى، واصل دي مستشفى نظيفه، واصل دي مستشفى معقمه ونظيفه. يا جماعه مفيش مستشفى اصلا محترمه بتسمح بالكلام ده. كفايه علب الكشري اللي في المستشفى، والله علب كشري في المستشفى. لا بجد، انهي مستشفى تسمح بالكلام الفارغ ده؟
ده كلام فارغ، التصوير كلام فارغ في المستشفى. وبعد مدح المستشفى وقد هي نظيفة وقد هي جميلة وكيوت وحلوة وبنيجي نتفسح فيها أنا وولادي ولم العيلة كلها ورايا ولم مصر أقول لهم شفتوا ازاي أنا تعبانة يا ولاد؟ صعبت عليكم؟ حطوا اللايك يا ولاد. المهم قد ايه المستشفى، اللي قلت لك المستشفى فيها شاشة وتكييف بجد. خلاص يا جماعة، أي حد عايز يروح يتفسح يروح المستشفى بتاعة أم جنى عشان فيها شاشة وتكييف. ما هو ده المحتوى، الضآلة في التفكير. تكييف في المستشفى، لو حد عايز يروح يغير جو بيقولوا لي بقى، ونصور بقى ام جنى وهي بتصرخ وتاخد الحقنه. يا حبيبتي صعبتي عليا، استني كده يمكن اعيط. 3 اهات بتصور. حلوه التجاره، يعني التجاره بالمرض دي جميله جميله قد ايه هي تحفه. المهم اعرفكم بقى يا جماعه على الشخصيه بتاعتنا النهارده، الباش مهندسه فاطمه اللي هتتولى ولاده ام جنى. بتعرفنا على الشخصيه الجديده في حياتها، هي المهندسه فاطمه. مين يا ام جنى؟ المهندسه فاطمه هي اللي هتتولى الولاده من اول اخذ الدم لحد الولاده. طول عمري بعرف ان المهندسه دي تتولى يعني ما هتبني بيت بقى هتعمل، انما المهندسه هي اللي هتشرف على ولادتك واخد. ما شاء الله انت جايبه مهندسه تهندس يا ام جنى، جايبه مهندسه عشان تشرف على الولاده. يا اختي جميله، يا اختي حلو، ذلك حلو والله. اللي هو ازاي مش الدكتور هو اللي بيشرف على الولاده واخد الدم؟ انا اول مره اشوف مهندسه تشرف على اخذ دم واصل الكلونه واصل منين رايح، منين يودي فين، بجد منين يودي فين. عرفتنا عليها ام جوجو، هي اللي هتتولى الاداره من اول الدم لحد الولاده. اللي هتتابع ام جنى المهندسه فاطمه. مفيش دكتور هيولد، لا ده مهندسه، عشان احنا كده بنهبل وبنسوق الهبل. مهندسه ازاي يا اختي حبيبتي؟ مهندسه ازاي مش عارفه، بس يعني هو المستمع اهبل المتكلم عاقل والمستمع اهبل، او العكس صحيح، المتكلم اهبل والمستمع عاقل. انا مش عارفه مين انا تهت. انا ببص لروحي فجاه لقيتني مهندسه هتتولى الولاده. ام جوجو على السرير وشويه اهات وشويه صعبانيات والدم نازل وهتاخد الدم، ومازن بينتظر وخايف على ام جوجو. وانا ما اكلت، وفي عز الدم انا ما اكلت. ارحمينا من ام الاكل، كرهتينا في الاكل. محتوى هابط، محتوى المستشفى محتوى هابط، تجاره بالمرض، تجاره بكذب. نرجو عدم تكرار الفيديو يا ام جنى، لانه فيديو مستفز لاي حد وفيديو هابط وفيديو كذب في كذب بنضحك فيه على المتابعين. برجاء عدم التكرار. لو وصلتي معايا لحد الجزء ده في الفيديو برجاء اعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك، وكمان اشتركي في القناه دعميني وفعلي الجرس، هتوحشوني جدا جدا. يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. احبكم في الله، مع السلامه.